الملك تحتمس الثالث قاعد على عرشه الميداني والغضب مالي عينه بعد ما سمع خبر مقتل جنوده غدر. القادة العسكريين متجمعين حوالين الخريطة والتوتر مالي المكان، وفجأة يظهر تحوتي من وسط الصفوف بخطوات واثقة بيبدأ يشرح للملك وللجنرالات تفاصيل الخطة. خدعة السلال. الجنود المصريين بدأوا الشغل، بيجهزوا السلال الضخمة وبيصنعوا الكلبشات الخشبية، تدريبات مكثفة على إزاي يدخلوا ويستخبوا جوه السلال وبمنتهى السرعة. لحظة الوداع. تحوتي بيحيي الملك تحتمس والموكب بيبدأ يتحرك في قلب الصحراء في طريقه ليافا. تحوتي واقف لوحده. أخبروا أميركم أن تحوتي جاء مستسلما وهاربا من بطش الملك. قدام بوابات يافا العملاقة بينادي على الحراس. نظرات دهشة من الحراس وهم شايفين المنظر. موكب طويل من السلال. أمير يافا بيضحك بسخرية وهو بيسمع رسالة تحوتي وما يعرفش إيه اللي مستنيه. البوابات الضخمة بدأت تفتح ببطء مع صرير خشب قوي. الموكب بيدخل المدينة والجنود اللي شايلين السلال عينيهم وسط راسهم بيراقبوا الحراس بدقة. السلال بتتحط في الساحة المركزية بالظبط قدام قصر الأمير. الأمير بينزل بنفسه عشان يعاين الهدايا، وفجأة الجنود الحمالين يقلبوا الموازين. هجوم خاطف على الحراس. أغطية السلال بتطير في الهواء وبيخرج منها الجنود المصريين الأبطال. اشتباكات قوية، مهارات قتالية خرافية، والحراس بيقعوا واحد ورا التاني. تحوتي بيقتحم قاعة العرش وبيواجه أمير يافا اللي ميت من الرعب. انتهت المهمة والملك تحتمس بيقدم لتحوتي قلادة الذهب، تكريم مستحق لذكاء وعبقرية ملهمش حدود.